مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، سعيدة بلقياكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذا أبرز عنوانها: عاجل وخطير، مدينة مغربية تهتز قبل قليل. قبل ما نبداو في التفاصيل ما تنسوش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلوا جديد أخبارنا المغربية. إليكم التفاصيل. شهد حي الضحى أبواب مراكش قبل قليل من صباح يومه الأحد 2 أبريل واقعة مثيرة بعدما أطلق رجل أمن النار على عون السلطة برتبة مقدم ورئيس للقوات المساعدة، ما أدى إلى إصابة الأول برصاصتين في الفخذ وإصابة الثاني برصاصة واحدة. وحسب مصادر فإن الواقعة استنفرت مختلف الأجهزة الأمنية بمراكش، وعلى رأسهم والي أمن مراكش الذي حل بعين المكان، حيث تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لرجل الأمن والذي يشتبه في تورطه في تعريض عون السلطة لاعتداء باستعمال السلاح الوظيفي. وحسب المعلومات الأولية للبحث فقد تعرض رجل السلطة المذكور لاعتداء وهو رئيس القوات المساعدة من طرف رجل الأمن، وذلك أثناء ضبطه بصدد ارتكاب مخالفة في مجال التعمير في إحدى الشقق بحي الضحى منطقة 20 تدخل في إطار التصدي للبناء العشوائي. وقد تم نقل عون السلطة على متن سيارة إسعاف للمستشفى من أجل تلقي العلاج بالموازاة مع فتح تحقيق في ظروف وملابسات الواقعة، فيما أكدت مصادر من عين المكان أن رجل الأمن لاذ بالفرار إلى وجهة غير معلومة.